عمرك اتعرضت لموقف كده حد يمدحك بس وانت بتسمع الكلام تحس ان في حاجة مش مظبوطة؟ يعني مثلا يقولك انت جميلة قوي مع انك مش ستايلي خالص، او انت شاطر قوي في شغلك، غريب ازاي حد زيك وصل لده. الاسلوب ده اسمه نيجينج، وده معناه ان الشخص يديك مدح لكن المدح ده مسموم، جواه هنا صغيرة تخليك تفقد ثقتك في نفسك شوية. والفكرة كلها انه يخليك محتاج ترضيه او تاخد ابروفل منه. خليني اديك امثلة بتحصل في حياتنا اليومية. في العلاقات ممكن واحد يقول لحبيبته النهاردة شكلك حلو، يمكن عشان اول مرة تهتمي بنفسك كده. أو العكس، بنت تقول لحد مرتبط بيها أنت لطيف قوي بس لو معاك فلوس أكتر هتبقى بيرفكت. في الشغل مدير يقول لك التقرير ده معمول حلو بس أنا ما توقعتش إنك تعرف تكتبه أصلا. حتى وسط أصحاب واحد يقول للتاني دمك خفيف قوي مع إنك ساعات بتبان تقيل شوية. اللي بيحصل هنا مش صدفة، الشخص اللي بيعمل نيجنج بيستخدمه كأداة تلاعب. ليه؟ عشان يخليك تشك في نفسك وتفضل محتاج كلمة أبروفل منه، كأنه هو اللي بيملك المفتاح اللي يديك قيمتك. الموضوع مش بعيد عن اللي بنشوفه في العلاقات العاطفية، حد يخليك تحس إنك مش كفاية أو إنك دايما محتاج تثبت نفسك أكتر. ومع الوقت بدل ما تحس بثقة تبدأ تتعلق بالشخص ده أكتر على أمل تاخد منه كلمة مديح صافية من غير شوائب. وده نوع من التلاعب العاطفي، emotional manipulation، بيخلي الطرف التاني حاسس إنه أقل عشان اللي قدامه يحس إنه أعلى وأقوى. الخطورة في ناجينج إنه بيتسلل بشكل خفي، يعني ممكن تسمع الجملة وتضحك عادي بس بعد شوية تلاقي نفسك بتفكر هو قصده إيه؟ أنا فعلا مش قد كده؟ وده بالظبط اللي الشخص التاني عايزه يوصله. وعلشان كده مهم جدا تفرق بين المدح الحقيقي والمدح المسموم. المدح الحقيقي يخليك مبسوط وفخور بنفسك، إنما لو خرجت من الجملة حاسس إنك متلخبط أو قيمتك قلت يبقى ده نيجينج. خلينا أديك مثال مشهور. في أول مقابلة غرامية ممكن تسمع جملة زي أنا عادة ما بخرجش مع ناس من نوعك بس أنت مختلف. الجملة دي ظاهرها مدح بس باطنها بيقول أنت أقل وأنا اللي بديك فرصة. الرسالة هنا، لو لقيت نفسك في موقف كده افتكر إن المشكلة مش فيك، المشكلة في الشخص اللي بيستعمل الأسلوب ده عشان يرفع نفسه على حسابك. طيب الحل إيه؟ أول حاجة خليك واعي، إدراكك للأسلوب ده نص العلاج. لما تسمع جملة فيها مدح ممزوج بإهانة ما تاخدهاش كأنها حقيقة عنك، دي أداة تلاعب مش أكتر. تاني حاجة، ما تديش رد فعل زيادة. ناس كتير أول ما يسمعوا جملة بشكل ده يبدأوا يبرروا أو يثبتوا إنهم أحسن، وده بالظبط اللي التاني عايزه. الأفضل إنك ترد رد قصير وهادي أو تغير الموضوع، ده بيبين إن كلامه ما هزكش. تالت حاجة، حط حدود. لو لقيت الشخص بيكرر الأسلوب ده لازم توقفه، قول بوضوح الكلام بالطريقة دي مش مقبول بالنسبة لي. أوقات البساطة والوضوح هم أقوى رد. رابع حاجة، قيم العلاقة. لو الشخص مصر يستعمل نيجين كجزء من شخصيته، هنا لازم تسأل نفسك هل وجوده في حياتي بيفيدني ولا بيستهلكني؟ أوقات أحسن حل إنك تقلل تواجدك مع الناس دي أو تبعد تماماً. الفكرة كلها إنك ما تسمحش المدح مسموم إنه يحدد قيمتك فيك أنت، في حقيقتك وفي اللي بتقدمه. ولو حصل معاك موقف زي ده قبل كده أو مع حد تعرفه اكتبه في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصل لغيرك. وبفكرك إن لينك قناة اليوتيوب موجود في البايو.